أنا شاب من المنيا، عندي 43 سنة، من محافظة المنيا. قصتي دي عبرة لكل واحد ما بيسمعش كلام اللي أكبر منه وما بيحافظش على ورثه من أبوه. قصتي دي حصلت في قرية من قرى محافظة المنيا، كانت بدايتها سنة 1998 بعد وفاة أبويا الله يرحمه. كان عمري وقتها 18 سنة. أبويا الله يرحمه كان ساب لي 18 فدان أرض زراعية وبيت كبير. الأرض كانت متأجرة بمبلغ سنوي كويس، معيشني عيشة محترمة، كنت مستور وسط الناس والحمد لله. أبويا الله يرحمه كان مدلعني جدا وكان بيخاف عليا من الهوا لأن كنت ابنه الوحيد، وربنا رزقه بيا بعد 15 سنة جواز من أمي الله يرحمها اللي ماتت وأنا عمري 6 سنين بعد مرضها بمرض الفشل الكلوي، ربنا يرحمها. المهم عشان ما اطولش عليكم، بعد وفاة ابويا بحوالي 6 شهور جالي واحد جارنا في القرية وقال لي انه عايز يتأجر مني الارض الزراعية اللي معانا كلها، خاصة ان المستأجر الحالي اللي كان موجود في الارض كان متفق معاه انه مش هيجدد الايجار لانه شاف مساحة اكبر في مكان تاني. طبعا وافق. الراجل كان مزود لي في الايجار 300 جنيه في الفدان. تأجر الارض وبدأت علاقتي بيه تكون اقوى مع مرور الوقت، وبدأ يجي بيتي كتير وانا اروح له بيته. وكان عنده 3 اولاد وبنتين، منهم بنت كانت اصغر مني ب2 سنين. فبدأت مع زيارات وتكرار الزيارات بدأت الاقي تلميحات من مرات الراجل دوت بكلام عن بنتها انها بنت شاطره وست بيت محترمه ومتعلمه، كان معاها مؤهل متوسط، كانت من اجمل بنات القريه. والبنت نفسها بدات تلمح لي وبدات تيجي في الحوارات بيني وبين والدها وتقعد جنبي وتتكلم معايا، يعني محاوله لفت نظر ليها. وصراحه ما اخبيش عليكم انا عجبت بالبنت جدا، فقررت ان انا اتقدم لها واخطبها. اعمامي كلهم الله يرحمه، كبيري كان خالي اخو امي. رحت لخالي وطلبت منه انه يروح معايا عشان اتقدم للبنت، فخالي رفض وقال لي لو اخر بنت في الدنيا انا مش همشي في جوازتي. ليه يا خالي؟ حذرني وقال لي الناس دي يا ابني مش شكلنا ومش لوننا، الناس دي هيبيعوك اللي وراك واللي قدامك. قلت له يا خال لا، الكلام ده مش مظبوط، الناس دي انا معاشرها وعارف الناس دي كويس جدا، لو ما جيتش معانا هتقدم للبنت وهتجوزها، ولو وقفت قدام الدنيا كلها هتجوزها. خالي قال لي يا ابني لو مشيت في الجوازه دي انا هتبرى منك ومش هعرفك من هنا ورايح. قلت له اللي انت عايزه يا خالي، انا جيت لك وكبرتك وانت اللي عايز تصغرني. سبت خالي ورحت اتقدمت لهم، وطبعا هم ما صدقوا، هم كانوا مستنيين انا راح اتقدم لبنتهم. وافقوا طبعا واتجوزت في خلال شهرين، ورحت قضيت شهر العسل انا ومراتي في قرية سياحية في الغردقة. وجينا والحمد لله كانت حياتنا كويسة يعني كانت الدنيا ماشية وكنا مرتاحين نفسيا مع بعض وبنحب بعض جدا. وبعد أول سنة من الجواز بدأت الأقنعة تتساقط عن البنت وأهلها. اخوها الكبير كان بيجي البيت دايما عندنا، وبدأت معاه ان نشرب حشيش وندخن ونشرب مخدرات داخل البيت. والمخدرات جابت ادمان عن طريق اخوها، برضو جاب لي هيروين وبقيت من مدمنين الهيروين. وبدأت ان انا ابيع في الارض ايراد في ايراد، في نص فدان في فدان، لعند لما في خلال 6 سنين كنت بايع ارض كلها اللي سابها لي والدي الله يرحمه. ومين بقى اللي اشترى مني الارض؟ ابو المدام. يعني كان الموضوع متعمد. عرفت فيما بعد بقى لما الحقيقة ظهرت ان المواضيع دي كانت متعمدة، وان اخوها كان بيشم دقيق ويجيب لي هيروين عشان يبيعوني ارضي. بعت ارضي وبعت البيت اللي انا ساكن فيه، واتأجرت منهم البيت بعد ايجار رسمي. وكانوا بقى بيمنوا عليا باكلي وشربي، خصوصا ان انا كان ربنا رزقني بولد من بنتهم، فكانوا بيقولوا ده اكراما لابنك مش ليك انت، مش هنرمي لحمنا ودمنا، مش هنفرط فيه. فوجئت في يوم من الايام بقوة من المركز عندنا جاية تفتش البيت ومطلعة كمية مخدرات من البيت عندي، البيت اللي انا متأجره بعقد رسمي. لما دخلت المركز اتعملت لي قضية، وعرفت بعد كده رسائل كان بتجيلي ان كل اللي انا عشته دوت كان مؤامرة شيطانية، من بداية ايجار الارض لعند تلفيق القضية ولعند لما المخدرات كانت موجودة في البيت عن طريق بنتهم، هي اللي حطت لي المخدرات في البيت. فالموضوع كله كان مرتب وكان مدبر، وكانت مؤامرة شيطانية كبيرة عليا انا ما كنتش حاسس بيها. الوحيد اللي كان عنده بعد نظر وكان عارف اللي هيحصل، او كان عنده احساس ان في حاجة مش طبيعية بتتدبر لي، هو خالي اللي ربنا يبارك له، اللي ما سابنيش. الوحيد اللي كان قوم له محامي رغم ان اتحكم عليا ب6 سنين، الحمد لله عديتهم وعدوا بحلوهم ومرهم. كانت 6 سنين فيهم موعظة وعبرة وكان فيهم أدب ليا الحمد لله، وكانت رسالة من ربنا ليا عشان أفهم من اللي أنا كنت فيه. في خلال ال6 سنين رفعوا قضية طلاق عليا، وطلقت مراتي واتحرمت من ابني. كنت بسأل على خالي دايما في الزيارات عن ابني، فكان بيقول لي كويس جدا وبشوفه، وابنك ربنا يبارك لك فيه، وابنك زي العسل، وابنك كويس. فجئت لما خرجت انهم باعوا الارض كلها والبيت وباعوا املاكهم نفسها وسابوا البلد ومشوا، مفيش حد يعرفهم راحوا فين، واتحرمت من ابني. خرجت وانا كل عزيمة وكل ايمان وكل اصرار ان انا اعوض كل اللي فاتني. الحمد لله خرجت من السجن واشتغلت واشتريت بيت الحمد لله،
واشتريت قطعة أرض صغيرة وربنا كرمني. أنا حاليا تاجر، ليا تجارة معروفة وليا اسم معروف، والحمد والشكر لله على كرم ربنا عليا وعلى فضله عليا. قصتي دي عبرة وموعظة لكل شاب. اسمع كلام اللي أكبر منك، واللي أبوك عمله بالصعب ما تضيعوش بالساهل، واختار بنت حلال تصونك وتحافظ عليك وعلى مالك، وربنا يكفيني ويكفيكم شر الشياطين. ويا ريت كلكم تدعولي. أنا حاليا بدور على بنت حلال تكون شريكة ليا في حياتي وفي رحلة الكفاح الجديدة، وتحافظ عليا وعلى اسمي وعلى أموالي. ادعولي بالله عليكم، كل اللي يسمع الفيديو يدعي لي إن ربنا يوفقني ويرزقني ببنت الحلال، تكون بنت ناس طيبين، ناس محترمين، ناس عندهم دين، ناس يخافوا ربنا.